يا ترى النادي الاهلي صرف كام على فلوس الصفقات في القرن الحالي خلال 26 سنه؟ ويا ترى دخل فلوس قد ايه؟ ومين اكتر رئيس نادي صرف على الصفقات؟ ومين اكتر رئيس نادي دخل فلوس النادي الاهلي من الصفقات؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. انا ابراهيم الفخراني، وكمل الفيديو للاخر. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك وشير ويلا بينا. الاهلي خلال ال 26 سنه دول صرف 83 مليون و300 الف يورو. واكتر موسم صرف فيه النادي الاهلي فلوس على صفقات كان موسم 18 19 في عهد محمود الخطيب، وصرف النادي الاهلي 11 مليون يورو. جاب فيها النادي الاهلي صفقات زي حسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد محمود وجيرالدو ورمضان صبحي ومحمود وحيد. ال 80 مليون اللي صرفهم النادي الاهلي يمكن 75% صرفهم الكابتن محمود الخطيب منذ توليه رئاسه النادي الاهلي حتى الان. واغلى 5 صفقات تعاقد معاهم النادي الاهلي خلال ال 26 سنه: المركز الاول حسين الشحات من العين الاماراتي ب 4 مليون و350 الف يورو، وفي المركز الثاني امام عاشور ب 2 مليون و680 الف يورو، في المركز الثالث جونيور اجاييه ب 2 مليون و500 الف يورو، المركز الرابع مليك ايفونا ب 2 مليون و250 الف يورو، وفي المركز الخامس رضا سليم ب 2 مليون و100 الف يورو. يعني الخمس صفقات الاغلى في تاريخ النادي الاهلي في القرن الحالي 4 منهم تعاقد معاهم محمود الخطيب، وصفقه وحيده تعاقد معاها محمود طاهر. طيب الاهلي باع لعيبه بكام في القرن الحالي في ال 26 سنه دول؟ الاهلي باع لعيبه بقيمه 60 مليون يورو. وتخيل ان في موسم 16 17 الاهلي باع لعيبه بقيمه 14 مليون و500 الف يورو. ده اغلى موسم باع الاهلي فيه صفقات في تاريخه. والموسم ده طلع من الاهلي 3 لعيبه: مليك ايفونا ورمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه. ايفونا خرج ب 7 مليون وربع للصين، ورمضان صبحي خرج لستوك سيتي الانجليزي بقيمه وصلت 5 مليون يورو، وتريزيجيه خرج للدوري البلجيكي بقيمه وصلت 2 مليون و250 الف يورو. اكتر لعيبه اتباعت ودخلت فلوس النادي الاهلي كان المركز الاول مليك ايفونا، زي ما قلنا راح الدوري الصيني ب 7 مليون وفكه في الدوري الصيني. في المركز الثاني وسام ابو علي خرج لكولومبس كرو الامريكي ب 6 مليون و400 الف يورو. في المركز الثالث احمد حجازي خرج للدوري الانجليزي بقيمه وصلت ل 5 مليون يورو، وساعتها راح النادي ويست بروميتش الانجليزي. بنفس القيمه خرج رمضان صبحي من النادي الاهلي الى ستوك سيتي ب 5 مليون يورو. في المركز الخامس محمد عبد المنعم اللي خرج ب 4 مليون و200 الف يورو الى نادي نيس الفرنسي. ده كان حصاد النادي الاهلي من المصروفات والمبيعات لصفقات الاهلي في القرن الحالي في ال 26 سنه اللي فاتت وكل الرؤساء. قول لي مين اكتر رئيس نادي صرف على الصفقات بحكمه، ومين اكتر واحد ضيع فلوس كتير على صفقات ما تستاهلش. وبرضه عايزك تقول لي مين اكتر الصفقات اللي نجحت وكسرت الدنيا في النادي الاهلي، ومين اكتر الصفقات اللي في شينك. ما تنساش لو كملت الفيديو الاخر تعمل لايك وشير للفيديو، وما تنساش تتابعني على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب. انا ابراهيم الفخراني، سلام عليكم.